يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سورة مريم الآية 7. سمعتوا الجمال؟ ده ما كانش مجرد اسم، ده كان اختيار من ربنا سبحانه وتعالى لنبي ما كانش ليه سمي ولا شبيه قبله، سيدنا يحيى، الطفل اللي الحكمة نورت في ملامحه وهو لسه بيخطي أول خطواته. ومن كتر حنيته وطيبة قلبه كانت العصافير بتسيب الشجر وتنزل تنام في حضنه من غير خوف. نبي اتولد عشان يكون حياة لقلب أبوه وأمه، ونور يملى الدنيا كلها بركة ورحمة. تعالوا أحكي لكم وأحكي ليحيى الصغير اللي طلب الحكاية قصة النبي اللي كان قلبه كله حنان. صلوا على النبي ويلا بينا نفتح كتاب الحكايات على حكاية جديدة من حكايات ديدو وليلي. كان يا مكان. حكايتنا بتبدأ بنبي الله زكريا، راجل صالح قلبه كله نور، لكن السنين مرت عليه وهو ملوش طفل يملى عليه البيت ويشيل رسالته من بعده. تخيلوا شعور الأب وهو بيشوف شعره بيبيض يوم ورا يوم وقوته بتضعف، لكن أمله في ربنا ما ضعفش أبداً. زكريا كان بيشوف المعجزات بعينيه وهو بيرعى السيدة مريم في خلوتها. كان يدخل عليها يلاقي عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ولما سألها ده منين؟ قالت له هو من عند الله. في اللحظة دي زكريا قلبه اتهز، عرف إن اللي بيرزق مريم بغير حساب قادر يرزقه بالولد اللي بيتمناه. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفجأة والمكان كله هدوء الملايكة نادته وهو واقف بيصلي. البشرة كانت يحيى. سيدنا زكريا عليه السلام من كتر ما هو طاير من الفرحة ومن كتر ما المعجزة كبيرة سأل ربه عن آية أو علامة يتأكد بيها، فجاء الرد الإلهي بعلامة عجيبة ومؤثرة جداً خلدها القرآن الكريم في سورة آل عمران الآية 41. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. تخيلوا نبي من أنبياء الله يفضل 3 أيام كاملة ما بيتكلمش مع الناس غير بالإشارة ولسانه شغال بس في تسبيح ربنا وذكره. ده كان وقت طويل من التأمل والشكر لله على الهدية الغالية اللي جاية في الطريق، وقت انقطع فيه زكريا عن كل البشر عشان يملأ قلبه بحب الله والثناء عليه. وبعد أيام الصمت والانتظار نورت الدنيا بميلاد الغلام المبشر بيه. أخيراً زكريا عليه السلام شال ابنه بين إيديه وشم ريحته وحس بالمعجزة اللي ربنا أنعم عليه بيها اللي ما كانش عقله يصدقها. ولما يحيى كبر شوية وبدأ يمشي ويتكلم الدنيا كلها شافت فيه علامات النبوة والحكمة. يحيى ما كانش طفل بيجري ورا اللعب والهزار زي باقي الأطفال في سنه، كان طفل سابق أوانه بكتير. تخيلوا لما أصحابه الصغيرين نادوه عشان يلعب معاهم، يحيى ما ردش عليهم بضحكة أو بجرية، لأ، ده بصلهم بنظرة كلها حكمة ووقار وقال لهم جملة خلدها التاريخ: ما للعب خلقنا. ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه وأعطاه الفهم والرزانة والعلم وهو لسه صبي صغير جدا، وأمره بأنه يحمل الرسالة بكل قوة. وعشان يحيى ما كانش طفل عادي وعقله كان أكبر بكتير من سنه، ناداه ربنا سبحانه وتعالى بأمر عظيم وقال له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. سورة المريم الآية 12. تخيلوا
طفل لسه صغير، لكن ربنا أعطاه الحكمة والفهم اللي بيحتاج سنين عشان الواحد يوصل لهم، وبقى هو القدوة لكل اللي حواليه. يحيى كبر وبقى شاب زاهد، قلبه مش متعلق بزينة الدنيا. كان بيلبس لبس بسيط جداً، وبياكل من ورق الشجر، وبيحب يقضي وقته في البرية بين الجبال والوديان وهو بيناجي ربه. وهناك ظهرت أجمل صفة ربنا ميز بيها سيدنا يحيى عن غيره. تخيلوا، نبي ربنا وصف قلبه بكلمة غالية قوي بتلخص كل الحب والرحمة اللي في الكون. ربنا قال عنه في كتابه الكريم: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يا على الجمال! حنانا من لدنا، يعني ربنا هو اللي زرع الحنان ده في قلبه. عشان كده يحيى كان قلبه رقيق لدرجة إن الحيوانات والطيور البرية كانت بتحس بالأمان جنبه وتنام في حضنه. كان بيخاف على العصفور الضعيف ويطبطب على الغزال. والأجمل من كده إنه كان قمة في البر والحنان مع أبوه وأمه، ما كانش بيزعلهم أبداً ولا بيرفض ليهم طلب. في الوقت ده كان في نبي تاني بيبدأ دعوته، وهو سيدنا عيسى عليه السلام. وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى ما كانوش مجرد أنبياء في زمان واحد، دول كان بينهم رباط دم وقرابة قوية جدا. في رأي بيقول إن السيدة إشياع أم يحيى والسيدة مريم أم عيسى كانوا اخوات شقائق. وفي رأي تاني بيقول إن السيدة إشياع هي خالة السيدة مريم، يعني سيدنا يحيى يبقى خال سيدنا عيسى في الحسبة دي. لكن الأكيد والواضح إنهم من عيلة واحدة ربنا اصطفاها وبارك فيها، وقال عنهم في سورة آل عمران الآية 34: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الرباط ده خلى يحيى يكون هو الظهر والسند لابن خالته، كان بيمهد ليه الطريق بين الناس وبيعرفهم بقدوم عيسى ومعجزاته اللي هتهز الدنيا. سيدنا يحيى كان أول واحد صدق سيدنا عيسى ووقف جنبه بكل قوته، وعارفين إن قوتهم في وحدتهم وفي صدقهم مع ربنا، وده هو المعنى الحقيقي للسند اللي بجد. لكن يا جماعة، ما تفتكروش إن الحنان والرقة اللي حكينا عنهم دول معناهم ضعف أبداً. نبي الله يحيى كان بيتحول لأسد جسور لما يشوف الغلط أو الظلم. في الوقت ده كان في ملك ظالم ومستبد حب يكسر شرع ربنا ويتجوز واحدة محرمة عليه ولا تجوز له. الملك كان عايز فتوى تحلله الحرام، لكن يحيى النبي ما هبش الملك ولا خاف من جنوده، وقف قدامه في عز ملكه وقال له بكل ثبات: لا، ده حرام وما يرضيش ربنا، ورفض تماماً إنه يغير كلمة ربنا عشان خاطر ملك أو جاه. هنا بدأت المؤامرة السوداء. الست اللي الملك كان عايز يتجوزها وحرضت الملك إنه يخلص من يحيى عشان تخلص من صوته اللي بيقول الحق. وللأسف الملك ضعف قدام رغبتها وغدر بنبي الله، واتأمروا على موته وهو بيصلي وبيناجي ربه. يحيى مات شهيد الحق، مات وهو رافض يبيع دينه أو يحلل الحرام. لكن هل صوته سكت؟ أبداً. ربنا سبحانه وتعالى خلد ذكره بسلام وأمان ملوش نهاية، وقال عنه في كتابه الكريم: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام من ربنا ليحيى البطل اللي عاش ومات وهو شايل كلمة الحق فوق راسه، وساب لنا درس إن القوة الحقيقية هي إنك ما تخافش غير من ربنا.
دي كانت حكاية نبي الله يحيى. الحكاية اللي حكيناها النهاردة مخصوص عشان حبيب قلب خالته الصغنون يحيى محمد جمال، وعشان كل بطل اسمه يحيى بيسمعنا دلوقتي. عايزة أقولك يا بطل، افتخر باسمك واعرف إنك شايل اسم نبي عظيم كان قلبه مليان حنان ونور. يا رب، زي ما جعلت لنبينا يحيى حناناً من لدنك، اجعل لكل يحيى نصيب من اسمه. ارزقهم الحكمة وهم صبيان، واجعل قلوبهم رقيقة ورحيمة وبرين بأهلهم وثابتين على الحق زي الجبال. يا رب نشوف فيهم صفات الأنبياء ونفرح بيهم في الدنيا والآخرة. الحكاية دي خلصت، لكن حكايتنا لسه ما خلصتش. في أبطال ومعجزات كتير لسه مستنية نحكيها، فلو لسه ما اشتركتوش في عيلة حكايات ديدو ليلي، انزلوا فوراً دوسوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان تكونوا أول ناس تفتح معانا كتاب الحكايات الجديد.